الأخبار الموجزة اليوم الاثنين. حسب تصريحات وزارة الإعلام والثقافة، وضع وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا أمس حجر الأساس لبناء 50 منزلا في فيلق قديم في مقاطعة قندهار. حسب تصريحات بلدية كابول، تم اتخاذ إجراءات لاستعادة حوالي 100 فدان من الأراضي المصادرة. افتتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركزا للتعليم المهني والتقني في كابول، يتم تعليم الأشخاص الذين يتعافون من المخدرات في 5 مجالات مهنية. صرحت المحكمة العليا قامت محاكم فرا بحل 151 قضية بالإضافة إلى إصدار 222 وثيقة في أسبوعين. صرحت وزارة المالية بناء على طلب رجال الأعمال وقرار رئيس إدارة العامة للجمارك يتم استلام منحة التعليم بعد ذلك في الجمارك. حسب تصريحات وزارة الحج والأوقاف، وصلت اليوم القافلة 8 من حجاج المنطقة المركزية إلى العاصمة كابول، قادمة من مطار جدة في المملكة العربية السعودية.